اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الجمال على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى، النهاردة عندنا أعظم يوم في الدنيا، ليلة الإسراء والمعراج يا جماعة. النهاردة بقى ده فطارنا إن شاء الله، يوم 27 من رجب. كل سنة وانتوا بخير وصحة وستر يا رب. معانا ايه بقى؟ جبنا كده البطاية الحلوة بتاعتنا كده من فوق السطح، دبحناها وغسلناها غسلة كويسة، وجبنا كده نص برتقاناية ودلكنا البطاية بعد ما غسلناها كويس بنص من البرتقانة. اعصري كده البرتقانة ودلكي بيها يا ست الكل البطاية بتاعتك. تمام. هنسيبها بقى البطايه كده تقعد مع البرتقان شويه كده، ياخدوا ويدوا مع بعض. وكمان كان معايا كام ورك كده عشان في جزء من ولادي او في بعض من اولادي ما بيحبوش البط، فجبت لهم كام ورك كده ياكلوهم بالف هنا. ونخش بقى كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول. ونجيب هنا معايا حله وهنا معايا طاسه. الطاسه دي حطينا فيها حوالي كده ربع كيلو من البصل المفروم، وحطينا في الحله برضو بصلايه كده مفرومه. هنقول الاول المقادير اللي في الحله. جبنا بصلايه صغيره مفرومه او بصلايه وسط، دبلناها على النار مع شويه زبده وزيت. وبعد كده نزلنا ايه، بعد ما البصلايه دبلت نزلنا بالبهارات بتاعتنا: فلفل اسمر، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه من السبع بهارات، ونزلنا بالفريك المغسول اي كميه بقى انت عاوزاها. تمام. وبعد كده هنقلب نشوح الفريك مع البصل مع البهارات اللي زي القمر. متنسيش بقى رشه كده من جوز الطيب لو عندك، هتبقى حلوه جدا. وخلاص كده هنحط شويه ميه للفريك، مجرد ان الفريك بتاعي يشرب بس الميه هشيله من على النار. تعالوا بقى في نعصج اللحمه بتاعتنا ونعمل احلى صينيه جلاش في الدنيا. جبنا بقى ربع كيلو من البصل، بعد ما دبل نزلنا عليه باللحمه المفرومه وادينا له البهارات بتاعتنا السبع بهارات. فلفل اسمر، حطي بقى معلقه كده من جوز الطيب لو في موجوده هتبقى حلوه قوي، ومعلقه صغيره من البابريكا وملح. وبعد كده حطينا بقى بعد اللحمه بتاعتي ما دخلت في التسويه نزلنا بالفلفل الالوان، وسيبناهم بقى على النار لحد بس كده الفلفل شرب من طعم اللحم، وسيبنا العصاج بتاعنا على جنب. تعالوا بقى رجعنا للبطايه بتاعتنا بعد الفريك بتاعنا ما بارد. تمام. تمام. هنجيب بقى البطايه بتاعتنا كده ونحشيها حبه جزء كده من الفريك. ولو بتحب الرز اعملي رز بدل الفريك، وامشي على نفس الخطوات هيبقى معاكي زي الفل. حشينا بقى البطايه بتاعتنا كده ما بين الاوراق كده والبطن. وبعد كده نقوم مكتفينها. هي كده بطايه بنت ناس كده صغنطوطه وحلوه، بس عايزه اقول لكم كانت زي العسل. وبعد ما حشيناها وكتفناها دلكناها بشويه ملح، ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات. وهنروح بقى ان شاء الله هنشوف بس الميه بتاعتنا تغلي شربتها وبعد كده نسقطها. تعالوا نشوف معانا ايه هنا في الخلاط. معايا طماطمايه، بصلايه، قرن فلفل، ورق لوري، حبهان. هنحط كمان الملح وفلفل اسمر وكم عود من الروزماري المجفف. وهناخدهم بقى في الخلاط كده ونضربهم ضربه زي الفل. خلاص، حلو الكلام حلو الكلام. حطي بقى معلقتين من الزيت وعصره من الليمونه، وبقى معاكي احلى خلطه او تتبيله للفراخ او للوراك المشويه. عوام عوام كده نفتح الوراك بتاعتنا وغسلناهم برضو غسله حلوه، نفتحهم بالمنظر ده قبل ما ننزل ايه بالتتبيله. وننزل بقى بالتتبيله بتاعتنا كده وندلك الوراك بتاعتنا كويس من فوق ومن ظهر وكل حته، ودخلي كده التتبيله ما بين الفتحات اللي احنا عملناها. وبعد كده خدنا جزء كده من التتبيله، معلقتين كانوا معايا على جنب، حطيت عليهم معلقتين من معلقه كبيره من دبس الرمان. وبعد كده ننزل على وش الوراك كده عشان تديني بقى اللون الاحمر الجميل اللي هتشوفيه معايا في اخر الفيديو باذن الله. ونغطي بقى بورق فويل. وشكرا مع السلامه للوراك مع تقضي بقى وقت حلو جدا في الفرن. هنا بقى معايا كانت الميه غلت. الشوربه بتاعتنا طبعا بتحطي كل بهاراتك، حطي جزر، حطي ورق لوري، حطي حبهان، حطي مستكه، حطي فلفل اسمر، حطي بصي كل اللي بتحبيه حطيه في الشوربه، حطي كزبره. هتطلع معاكي مرقه في منتهى الجمال. هنيجي بقى معايا هنا معايا لفتين جلاش عشان بقى ايه اليوم ده يا جماعه يوم جميل جدا ما تفوتيهوش لازما. ان شاء الله بفضل الله لو كلكم صايمين لازم تعملي للأسرة أو لولادك أحلى وأجمل غدا في الدنيا، عشان جوزك كده يفرح بيكي ويدعي لك دعوة حلوة لما تعملي له أكلة حلوة كده. رجالة شقيانة وتعبانة ولازم كده يوم نعمل لهم كده يوم فري كده ونروق عليهم. عارفين انتوا بقى، هو ده الدلع يا جماعة، هو ده الدلع. هنيجي هنا معايا صينية دهنتها من الزبدة كده، وبعد كده هناخد ورقة ورقة ونحطها بالمنظر ده. أنا ما ينفعش أشرحها يا جماعة، الخطوة دي لازم تشوفيها عملي. زي ما انت شايفة كده هتحطي ورقة يمين وورقة عن ناحية الشمال. المهم تسيبي جزء من الورقة بره الصينية علشان ايه نقفلها على بعض، وما بين كل رق ورق ندهن دهنة من الزبدة عشان هي دي مادة التوريق اللي هتخلي معاكي الجلاش زي القمر. وهنجيب بقى العصاج اللي احنا عصجناه ونحطه كده، تفرشي كده الصينية
بالعصاج، بحيث كل اللي ياخد قطعة من الجلاش يكون فيها لحمة وخضار وزي القمر. عايزة كمان تحطي جزر مبشور مفيش أي مشكلة خالص، بس أنا استكفيت بالفلفل، بيدي اللحمة ريحة وطعم يا جماعة. عايزة أقولك صينية الجلاش وهي في الفرن ريحتها كانت جايبة آخر الدنيا، ريحتها اللهم بارك. هنيجي كده خلاص خلصنا الجلاش بتاعنا وحطينا الطبقة التانية، ولازم تحطي طبقة كده سميكة شوية عشان تشيل معاكي اللحمة، الجلاش ما يتهريش معاكي. تمام. هنيجي بقى برضو حطينا الجزء اللي فوق نفس الكلام، وقفلنا بالشكل ده، خدنا الجزء اللي بره دخلناه على جوه، وندهن برضو دهنه من الزبده عشان الجلاش يبقى معاكي مورق يا ست الكل. تمام كده. وهنجيب بقى اخر ورقتين نقفل بقى الصينيه زي ما انت شايفه كده. ايوه، هو كده بالظبط. يلا بقى، حطيتي اللايك ولا لسه؟ وعملتي لي شير باذن الله عشان كله يشوف الفيديو ان شاء الله ويستفاد، وان شاء الله ناخد بركه اليوم الاسراء والمعراج، من اجمل الايام والمعجزات اللي حصلت في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا صلوا على النبي كتير، واكتبوا لي كومنت حلو كده وقولوا لي ايه رأيكم النهارده في الفيديو. قفلنا بقى ورقتين من فوق ودخلنا كل الحروف، حطيناها في قاع الصينية، وهنبدأ بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقطع الجلاش بالطريقة اللي انت عايزاها. عايزة تقطعيه بالمنظر ده، حاسة انه شكله حلو وشيك وينفع معاكي بقى في عزومات رمضان، يبقى زي الفل. قطعنا بقى كده، عملنا سبعات، ودهنا بقى الصينية طبعا حبة من الزبدة كده من على الوش، واركنيها بقى. طبعا فاض معايا كده حبة لحمة مع كام ورقة جلاش، نسيبهم في حالهم؟ ما ينفعش نسيبهم في حالهم، ازاي؟ لازم نعمل عليهم برضو احلى رولات جلاش. جبتي بقى الجلاش كام ورقة كده معايا، عملتهم رولات زي ما انتم شايفين. جبتي كده ورقة الجلاش تنيتها، وبعد كده دهنتها دهنة خفيفة جدا من الزبدة، وهجيب بقى اللحمة بتاعتي واحطها على الجزء اللي انا تنيته، وهبدأ بقى ايه، كأنك بتعملي رغيف شاورما بالظبط. هتقفلي الجنب ده والجنب ده وتلفيها عشان الحشوة معاكي ما تطلعش زي ما حصل معايا في أول ورقة. أول ورقة بتعلم فيها، الباقي بقى بيجي كده سهل. وأدي خلصنا كمية الجلاش بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة وجميلة وشتوية في نفس الوقت وكلنا بنحبها كل يوم. معايا كوبايه من الدقيق الابيض العادي، وكوبايتين من دقيق الذره، ونخلناهم كويس. ولازم تنخلي دقيق الذره عشان لو في اي قشور من الذره ولا حاجه ما تضايقكيش وانت بتاكلي. حلو الكلام، حلو الكلام. نخلناهم نخله كويسه زي الفل لحد كده، زي الفل وزي القمر، وهيبقى يوم ما شاء الله عليه. هنجيب بقى معايا بيكنج باودر، كيس من البيكنج باودر وذره من الملح. كده المواد الجافه بتاعتنا كده خلصناها. حلو. طبعا ما تنسيش بشر البرتقال اللي هيودي معاكي صينيه البسيسه دي في حته تانية خالص. وكمان حطيت حبه من بشر البرتقال على البيض اللي انا حطاه في الخلاط. هنقلب بس الاول المواد الجافه مع بعض، وبعد كده نحط بشر برتقان على 3 بيضات على نص كوبايه زيت في الخلاط على كوبايه عصير برتقان فريش مع كوبايه ونص من السكر. بتحبي بقى السكر زياده زوديه شويه يا ست الكل. وانا عايزه اقولك ان انت كده لوحدك مسكره وهتخلي اكلك زي السكر. حطينا كمان معلقه من السمنه يعزز لي بقى الطعم كده ويخلي معايا صينيه البسيسه دسمه وجميله. خلاص كده ضربنا كل المقادير دي في الخلاط مع بعض ضربا مبرحا لحد السكر ما يدوب معاكي خالص، عشان لو حبب معاكي هيهبط معاكي الكيكه. فتاكدي ان السكر داب معاكي نهائي. نزلنا بقى بالمقادير على كوبايتين من دقيق الذره، كوبايه من الدقيق، بيكنج باودر، ذره من الملح، وقلبي بقى. وبشر برتقال ما تنسيهوش لانه هيخلي معاكي الطعم في منتهى الجمال. هنقلب بقى في اتجاه واحد، نقلبها كويس. وخلي بالك الكيكه دي او كيكه البسيسه عموما لازم تكون خفيفه شويه، ما تعمليهاش تقيله عشان ما تتكتمش معاكي في الفرن. خلاص يا ست الكل، خلاص يا ست الكل. حطيناها بقى في صينيه مدهونه من الزبده، دهنه حلوه كده من الزبده، وهنطلع بقى الهواء منها. ونيجي بقى نرش على الوش بقى حبه من السمسم. يا سيدي على الدلع، يا سيدي على الجمال. عايزه اقول لك ريحتها وطعمها انسي. عايزه اقول لك من جمالها والله هعملها كل يوم لانها حلوه جدا. رشينا رشه من السمسم، وطبعا الفرن معايا سخن. دخلنا بقى صينيه البسيسه. تعالوا بقى نسقي بقى الجلاش بتاعنا عقبال الفرن كده ما يسخن معانا ويحمى. نسقيها كده. جبت كوبايه من الشوربه عليها معلقه من البيكنج باودر. طبعا الشوربه معايا متحيقه وفيها مرقه الدجاج وزي الفل. وهنسقي بقى الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين، سواء الجلاش الصينيه او الرولات. وعايزه اقول لك الاتنين اجمل من بعض. جربي انت بس ومش هتخسري. هنعمل ايه كمان النهارده في اليوم الجميل
المعظم ده. تعالوا نعمل بقى حبة كشك ألمظ، إنما إيه ألمظ، ألماظ يا جماعة ألماظ. هنجيب بقى بصلاية كده مفرومة، يعني متخرطة خشن شوية، ما تبقاش ناعمة، ونحمرها في شوية زبدة، ما نحط الزيت خالص عشان معايا الكشك يبقى طعمه كده زي العسل من إيدك يا ست الكل. هنطلع بقى البصلة بعد ما احمرت، هناخد جزء عشان نزوق بيه. هننزل بقطع صدور من الفراخ، أي كمية عندك إن شاء الله، لو صدر واحد أو ربع صدر أو حتتين قطعتين عندك كده فايضين، انزلي بيهم. بعد ما الفراخ بتاعتي تاخد لون، انزلي بمعلقتين من الدقيق، وركزي كويس في الوصفة دي لانها خطيرة. جبنا بقى معلقتين الدقيق، شوحناهم مع الفراخ مع البصل اللي احنا حمرناه، ونديهم تشويحة حلوة مع فلفل اسمر مع ملح. نزلنا بقى بنص كوباية من الرز. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعد كده نزلنا الشوربه، كوبايتين من الشوربه فيهم مرقه بتاعتهم. طبعا الدقيق هيتقل معايا الشوربه. سيبي بقى الرز يستوي كده على نار هاديه مع الشوربه، وزودي بقى شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وسيبيهم على نار هاديه. في الوقت ده كده كنا هندلك بقى الشوربه البطايه بتاعتنا استوت. هندهنها بقى دهنه من الخلطه اللي عملناها للوراك في اول الفيديو، خدنا معلقتين هندهن بيهم كده وش البطايه مع معلقه دبس رمان وشويه من الزيت. حلو الكلام. دخلناها بقى على الشوايه ونسيبها. تعالوا نرجع تاني للكشك. الكشك دلوقتي بعد الرز ما استوى والفراخ استوت خالص وتاكدت انهم استووا، جبنا كوبايه من اللبن على كوبايه من الزبادي، وضربناهم كويس جدا مع بعض لحد الزبادي معايا ما داب. وهنزل بقى بيهم على الكشك وجماله. هما بس يا دوب كده تحسي ان القوام تقل معاكي، يلا على طول روحي اغرفي الكشك قبل ما يتقل معاكي. وبقى معانا احلى شويه كشك المظيه في منتهى الجمال. عايزه اقول لك والله من جماله بقيت اكله كده بالمعلقه من غير عيش ولا اي حاجه. وحطينا كده بقى حبة من البصل اللي احنا حمرناه على الوش. ويا سلام بقى، ويا سلام على الجمال بقى والروايح. تعالوا بقى نحط كده حتة فحمية للوراك اللي احنا عملناها، ونغطي عليها كده شوية لحد ما يدن الأذان بإذن الله، ونفطر أجمل فطار بإذن الله في أعظم يوم. هنختم بقى بإيه؟ بشوية رز كده زي العسل زيكم. جبنا كده بصلاية مفرومة، دبلناها مع شوية زيت وشوية زبدة أو مكعبين من الزبدة. نزلنا بالبهارات اللي هي البابريكا 7 بهارات، فلفل أسمر، كاري، ورق لوري، حبهان، فصين من الحبهان، وعود من القرفه. وبعد كده نزلت بمعلقه من الكركم صغيره، ومعلقه من بودره الزعفران. وكان عندي نص كيلو رز بسمتي مغسول، نزلت بيه على طول، انا ما بنقعوش يا جماعه. تمام تمام. عندك رز مصري استعمليه عادي جدا، ما فيهوش اي مشاكل. ما عندكيش ده ولا ده، استبدليه بكيس لسان عصفور، هيديكي ان شاء الله نفس الطعم ويمكن اجمل كمان. بس بما ان الرز كان موجود عندي فيلا اللهم بارك، تبارك الله فيما رزق، والحمد لله على كده. هنسيب بقى الرز كده يتشرب لوحده كده على نار هاديه على النار. تعالوا بقى نطلع الجلاش بقى، كان استوى معايا وزي الفل. هنطلع الجلاش، وبعد كده نرص الفراخ بتاعتنا كده على طبق فيه حبه من الخضره، وتمام زي الفل. اديكم شايفين الوراك عامله ايه وجمالها، اللهم بارك. طعم وريحه في منتهى الجمال. هنجيب بقى الرز كده نديله تقليبه وهو على نار هاديه، ونغطي عليه. تعالوا بقى نعمل كده حبه مكسرات كده، حاجه كده. بقول لكم الفيديو النهارده دلع يا جماعه، دلع دلع. هنجيب بقى شويه زبيب مع فول سوداني، ونشوحهم كده مع نص معلقه زبده على النار. بعد ما احس ان الزبيب بتاعي نفش والسوداني بتاعي بس الرطوبه طلعت منه، نحط معلقه على الرز ونقلبه، والباقي ان شاء الله نحطه على الوش. خلاص كده كان الرز معايا استوى وبقى زي القمر، وريحته بقت ايه، اللهم بارك اللهم بارك. وبعد كده نغرفه بقى في الصواني بقى او في طبق التقديم اللي بتحبيه. وبعد كده نفرده بالمنظر ده. وانا بس بشيل بقى ورق اللوري او حبهان او اي حاجه هتضايقنا في الاكل، ملهاش لازمه بنشيلها. جبنا بقى البطايه بتاعتنا بعد ما خدت لون على الشوايه، وزوقناها بالمنظر ده. وهنحط بقى المكسرات بتاعتنا على الرز. ممكن تستبدلي المكسرات دي بكبد وقوانص لو بتحبيها، هتديها تشويحة على النار. ونجيب بقى شرايح البرتقان اللي زي القمر، بما ان احنا في موسم البرتقان والشتاء، فما فيش اجمل من البرتقان. نرصه كده على جنب. تعالوا بقى نطلع كده حتة من الكيكة او البسيسة بتاعتنا. عايزه اقول لكم اجمل حاجه النهارده اتعملت هي البسيسه دي يا جماعه، والله طعمها جميله وما شاء الله عليها. بصوا انتوا، بصوا هي بتتكلم عن نفسها، انا مش هتكلم الجمال عدى الكلام. اللهم بارك، اجمل صينيه بسيسه. وتعالوا بقى نشوف الجلاش كده ورقاته من جوه ولا ريحته يا جماعه، اللهم بارك. عايزه اقول لكم فيديو فاخر من الاخر، والله والله اكل يا جماعه مش هتكليف اي مطعم بره، عاملاه بمنتهى الحب بمنتهى الجمال.
ومدياله كل مقاديره مظبوطه. وادي الجلاش معايا اللي هو الرولات. عايزه اقول لك اللهم بارك، طعم وريحه وشكل في منتهى الجمال. وادي كشك المص بتاعنا، وادي صينيه الكيكه بتتكلم عن نفسها. وعايزه اقول لكم والله انا هفطر معاكم دلوقتي برضو لحد ان شاء الله كده ما نقدم سفرتنا. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكلت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. دعواتكم لينا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. ويلا هاخد قطمه بقى واسيبكم ان شاء الله في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. صوما مقبولا وافطارا شهيا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله. دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم احلى واجمل متابعين.